عمرك سألت نفسك ليه في برمجة أو سوفت وير؟ ليه في أصلا كمبيوتر في الدنيا؟ تعرف شركة IBM اسمها بالكامل إيه؟ اسمها انترناشونال بيزنس ماشين، بيزنس ماشين، كمبيوتر اتعمل علشان يخدم بيزنس. ولو أنت رجعت تدور في التاريخ ولقيت إن اللي صرف على إنتاج الكمبيوتر في الأول كان الجيش، فخليني أقول لك إن أغلب الحروب اللي قامت في التاريخ كانت أصلا بتخدم بيزنس. أي نعم، خدمة قذرة بس مش قصتها. في عصر الممالك قبل الحرب العالمية الأولى، كل مملكة شايفة الدول اللي مش مملكة زيها عبارة عن مصدر موارد هيسرقوها وسوق هتبيع له. وحتى في العصر الحديث تفوق الدول على بعضها مش مجرد استعراض عضلات وخلاص، لا، عايزين نكسب من الكلام ده. انا بيع لك اكتر ما بشتري منك، الحق انا انتج وابيع بسرعه قبل ما انت تنتج وتبيع قبلي. زمان اللي كمل الصرف على الكمبيوتر مع الجيش شركات كبيره جدا، والكمبيوتر كان هيكسبهم اكتر ما هم بيكسبوا، سواء عائد زياده او توفير في النفقات. وده ملخص اهداف البيزنس: تعظيم ارباح، تخفيض تكاليف. وده ولا عيب ولا حرام. السوفت وير بقى اللي بنعمله ده هيوفر على الشركات وقت ومجهود كتير، ودول بيترجموا لفلوس. اي شركه عشان تشتغل محتاجه نوع من انواع السوفت وير. سوفت وير ضروري لعمليات التشغيل اليوميه، وسوفت وير اضافي بيخليها تضيف لنفسها قدرات تقدر تنافس بيها في السوق. هتقول لي ما في سوفت وير كتير النهارده موجود على الموبايلات وبيخدمنا احنا ناس مش بتوع بيزنس. هقول لك لا، ما ده بيزنس برضه. اي سوفت وير نازل عندك وانت بتستخدمه فالشركه اللي عملته بتكسب منه، سواء باشتراك مباشر منك او بيكسبوا من ان انت مجرد فاتح الابلكيشن ومضيع نص حياتك عليه. حتى السوفت وير اللي فيه منه نسخ مجانيه فده يعتبر تسويق علشان يجيب عائد من ناحيه تانية. مش معنى ان انت ما بتشتركش في النسخه البرو ام فلوس يبقى كل الناس بتعمل كده. ولو ده حصل والنسخه المجانيه كانت قويه لدرجه ان ما حدش بيشترك في النسخه اللي بفلوس، فالشركه يا هتقفل لانها مش تقدر تستمر، يا هتغير البيزنس موديل بتاعها وتحاول تكسب من انك فاتح الابلكيشن، اعلانات بقى وما شابه. الفكره ان السوفت وير ان ما كانش هيجيب فلوس مش هيكمل في الدنيا. هيجي في دماغك عالم الاوبن سورس الجميل وريتشارد ستالمان اللي وهب حياته للفري سوفت وير. وبغض النظر ان هو عايش في عالم سمسم، لكن اكتر حاجه واقعيه قالها في حياته ان الفري سوفت وير مش مقصود بيه يبقى مجاني. ولينس ترالدوس صاحب اللينكس، اهم اوبن سورس كيرنل اتعملت في التاريخ، ده مليونير، ده ربنا يزيده طبعا، بس من الفري سوفت وير. بعض العلماء اللي بيخترعوا حاجات في السوفت وير بيكسبوا منها بشكل او باخر. ده في بدايه عصر الكمبيوتر كانت الجامعات بتصمم كمبيوتر وبتشرف على تنفيذه، كان بيبقى في بعض العلماء اللي مشاركين في التصميم بيستقيلوا من الجامعه ويعملوا شركات خاصه بيهم وينتجوا كمبيوتر لحسابهم. في نفس الفتره الزمنيه القديمه دي كان في هدف معلن، وهو تقليل وقت البرمجه وتقليل عدد المبرمجين. وده اللي خلى شركات كتير تنتج لغات برمجه هاي ليفل وتنتج كمان نظم تشغيل بيبقى جاي معاها مكونات سوفت وير جاهز علشان نقلل وقت البرمجه، عشان وقت البرمجه ده بفلوس. في السبعينات ومع ظهور الميني كمبيوتر والمايكرو كمبيوتر، شركات السوفت وير كانت عامله زي شركات الاي اي النهارده. كل يوم كام شركه تفتح تعمل اي حاجه جديده في المجال ده، تورته جديده ولازم نلحق ناخد منها حته. شركات البيزنس العاديه اللي هي مش بتاعه سوفت وير عرفوا تاثير الكمبيوتر والسوفت وير على اداء البيزنس بتاعهم في سرعه انجاز مش طبيعيه. المقارنه ما كانتش محتاجه تفكير، شغل اسابيع بيخلص في دقايق، فخد فلوسي وهات كمبيوتر. تخيل معايا لو شركات البيزنس دي ما كانتش شايفه اي اهميه في السوفت وير، هل كان هيبقى في النهارده شركات بتعمل سوفت وير؟ اكيد لا. طيب بالنسبه لشركات السوفت وير، تفتكر مين من شركات السوفت وير اللي هيكمل ويكسب ومين اللي هيقفل؟ اللي هيكمل من شركات السوفت وير الشركه اللي هتعرف تبيع حتى لو المنتج بتاعها عادي، واللي هيقفل الشركه اللي مش هتعرف تبيع حتى لو المنتج بتاعها ممتاز. سيبك من الاستثناءات، اذا كانت شركه عندها منتج رديء دي كده كده هتقفل. اللي هيعرف يبيع هو اللي هيكمل، لان ده سوق. المنتج بتاعك لو فيه 3 4 براءات اختراعات وما عرفتش تبيعه مش هتكمل. تاريخ مليان قصص كتير لمنتجات ممتازه وما عرفتش تبيع، منها اللي قفل ومنها اللي شركات تانية اشترته وعرفت هي تبيعه. النهارده انت تسمع عن بيل جيتس بس ما تسمعش عن جاري كلاديل، تسمع عن مايكروسوفت لكن ما تسمعش عن ديجيتال ريسيرش. الشركتين في وقت من الاوقات كانوا من اكبر شركتين في سوق السوفت وير، ولغايه الثمانينات ارباحهم كانت قريبه جدا من بعض. بس شوف مين كمل ومين قفل. ديجيتال ريسيرش طلعت حاجات اهم من اللي مايكروسوفت طلعتها، بس ديجيتال ريسيرش قفلت ومايكروسوفت هي اللي كملت. ليه؟ لان ده سوق. تعال نتكلم عليك انت المبرمج، دورك ايه في الليله دي؟ انت اللي هتكتب سوفت وير اللي شركه هتبيعه لشركه تانية عايزه تكسب كويس. انت مش هتكتب سوفت وير عشان هيطبع ويتعلق في مدخل الشركه، ولا عشان وجود السوفت وير في الدنيا حتميه تاريخيه، ولا عشان تدخل المسابقات وتكسب مراكز. مجال السوفت وير مش دوره العاب اولمبيه هيكسب فيها اللي هيكتب احسن كود، ده سوق. والشركات نفسها مش عايزينك تكتب سوفت وير باللغات القويه اللي بتكلم الهاردوير. شركات عايزاك تكتب سوفت وير يعتمد عليه باي حاجه، ان شاء الله تخلي اي يكتبه لك. احسن لغه او احسن تول او احسن فريم ورك بالنسبه للشركات هي اللي هتوفر عليهم وقت
وفلوس. لو اشتغلت في شركه النهارده وقلت لهم احنا هنكتب كود بالسي علشان لينوس ترالدوس قال ان دي اجمد لغه في الكوكب، هيطردوك بره الشركه وهيعينوا صاحبك اللي انت بتتنمر عليه عشان بيكتب بي اتش بي. انا كنت اعرف شركه زمان كانوا عاملين بيزنس بمايكروسوفت اكسس، دي حاجه يمكن انت ما تسمعش عنها. هو داتابيز انجن على فورم انجن في باكج واحده، كانوا عاملين بيه سيستمز وكان شغالين بيه زي الفل، وكان في شركات معتمده على المنتجات بتاعتهم. ومايكروسوفت اكسس ده في عرف التكنولوجي يعني ده اقل من الفيجوال بيزك. المهم في مجال السوفت وير انك تعمل شغلك باي اداه تحقق المطلوب بجوده كويسه وتعرف تبيع شغلك. انا عندي وجهه نظر ان عيوب ومميزات اي اداه او لغه او اي حاجه بنستخدمها في صناعه السوفت وير بتتغير على حسب احنا بنستخدمها فين وليه. مفيش حاجه ممتازه علشان هي ممتازه، هي ممتازه علشان عملت لنا اللي احنا عايزينه. ومفيش حاجه ضعيفه في حد ذاتها، تبقى ضعيفه لو مش مساعدانا نعمل اللي احنا عايزينه. واللي احنا عايزينه ده بقى متغير من شركه للتانيه ومتغير في نفس الشركه. انا بقول لك الكلام ده علشان ما تبقاش شغال في مجال وانت مش فاهم الهدف من المجال ده ايه. واحنا صغيرين بنتعلم وخلاص، علم للعلم، علم بلا هدف، ودي مشكله نظام التعليم نفسه، بس ده مش موضوعنا. نكبر بقى نكتشف ان علم للعلم دي مكانها المدارس ونوادي الهواة فقط، اما سوق العمل فده ليه اعتبارات تانيه.